ايه الفرق بين كليه علوم وكليه علوم طبيه او كليه علوم صحيه؟ مبدئيا في فرق اللي هو السماء والارض، مفيش اصلا ايه التشابه، قولي ايه التشابه ما بينهم. لا، هو كليه علوم غير كليه علوم طبيه تطبيقيه او علوم صحيه تطبيقيه، دي كليه ودي كليه، دي مواد مختلفه واقسام مختلفه ومجالات مختلفه، ودي مجالات مختلفه واقسام مختلفه و التنسيق مختلف كمان. يعني كليه علوم طبيه بتاخد من مجموع عالي، بتاخد من 87% فيما فوق، تمام، ومفيش منها غير كليتين او جامعتين حكوميتين بس في مصر، بني سويف والمنوفيه، مفيش منها في القاهره ولا في عين شمس ولا اي حاجه، عكس طبعا كليه علوم موجوده في كل جامعات مصر، تمام. لكن كليه علوم طبيه او كليه علوم صحيه موجوده في كليه موجوده في جامعه بني سويف وجامعه المنوفيه بس. طبعا في منها خاصه قد كده، في منها طبعا خاصه واهليه، طبعا بيختلف مجال الشغل. كليه علوم طبيه لو انت علم علوم، يعني انت دخلت دي العلم علوم وعلم رياضه على فكره، علم الرياضه متاح ليك بس قسمين جوه الكليه، هو قسم بصريات وقسم اجهزه طبيه. اما علم علوم انت متاح ليك كل الاقسام، متاح ليك قسم اشعه، متاح ليك قسم تخدير، متاح ليك قسم بصريات، متاح ليك قسم تركيبات اسنان، وقسم كمان اجهزه طبيه، وقسم كمان تحاليل، تمام. فانت متاح ليك كل الاقسام، وانت بيبقى المسمى مش دكتور، ولكن المسمى بيكون اخصائي، تمام، اخصائي اشعه او اخصائي تحليل تمام، يعني ده المطلق، ولكن كده كده جميع الالقاب اي حد دكتور على طول.